ولا من كتر لحمتكم وفراخكم يا مراتي الفقير يلي هتقبض 4000 جنيه. لا ده احنا خلصنا شويه حاجات كده في البساطه يا امي، اولهم كده الكوفي كورنر. كانت قهوه وركن ومجات. ايه يا بنتي ده انت شقتك 70 متر يا بنتي. يا بنتي ده احنا كنا عايزين نلغي التسريحه من اوضه النوم من قله المساحه. لك الغساله في البلكونه. انت ابوكي حداد هيعمل لك رفين كده تحطي عليهم الكاتل وشويه الفناجيل اللي انا جايبهم لك. اللي انت بتقوليه ده. طب على الاقل يا ماما الاير فراير، البتاع اللي شبه البطيخه دي اللي بيحطوا فيها الفرخه والبطاطس ومن غير زيت. ليه يا بنتي هيلغوا الزيت يا بنتي؟ ليكي عليا تموينك هتاخديه كل شهر، واقول لك هزود لك عليه تموين اخوكي كمان. صح انت بتتكلمي صح، ملهاش لازمه الاير فراير. طب الميكروويف بقى يا ماما، افرق ايه عن الفرن بقى الميكروويف ده؟ يا ماما الميكروويف ده بيطلع مثلا صينيه المكرونه البشاميل كده جوسي ولوسي، ما بينشفهاش زي الفرن، والمحشي يخليه كانه لسه نازل من الحله. المكرونه عشان تطلع زي ما انت ما بتقولي كده شوسي ومش عارف ايه، سقسقلها شويه لبن كده تاني يوم يا بنتي وغطيها بغطا حله وحطيها على النار على نار هاديه، هتطلع ايه مهلبيه. والمحشي يا بنتي على حمام بخار كده، وبعد ما يسخن حطي عليه معلقه سمنه بلدي، هيبقى ميكروويف برا امراض. ده بيجيب امراض وحشه يا منيله. اسمعي من امك. قلبي تجيبي لي ديب فريزر. الفريزر ده انت بتعرفيش تقمعي باميه ولا تفصصي بسله، ولا من كتر لحمتكم وفراخكم يا مراتي الفقير يلي هتقبض 4000 جنيه يلي انا عارفه هتقضي الشهر كله عندي. تجيبي لي الوافل ميكر. عارفه يا ماما الوافل اللي هو فيه مربعات ده اللي بيبقى فيه شوكولاته، ده اللي انا بجيبه كده وانا جايه ده اللي انت هتعملي وافل في البيت؟ ده انت بتقلي البيت بالعافيه. دي البطاطس المحمره بتطلع منك مايله كده يا بنتي، عمرك ما طلعتيها حلوه ومقرمشه. انت ليه عايزه تدفعي كهرباء كتير؟ انت كل اللي هيبقى بيقبضوا جوزك 4000 جنيه يا اختي، كلي واشربي بيهم. طب انا عندي فكره يا ماما، ايه رايك تلغي الغساله وتجيبي لي طشطين، واحد اغسل فيه واحد اشطف فيه. الغي البوتاجاز كده وهاتيلي شعله ولا هاتيلي بابور يا شيخه بلا هم.